هو ليه كل دكر بيتحط في باب، وليه ما ينفعش اسيب الحمام مفتوح 24 ساعة؟ احلى واجمل صباح كرجالة اخواتنا وحبايبنا، اجدع غواي واجدع نشيشة. وهنبداوا الفيديو بالصلاة على حضرة جمال النبي كالعادة، عشان احنا ملوك السعادة. دخل لي اخ كويس مبتدئ يا رجالة بيقول لي ليه انتوا بترصوا الحمام في البيبان، وليه ما سيبش الحمام مفتوح 24 ساعة؟ تمام، عشان الغية يا حبيب قلبي متأسسة على كده. احنا من ساعة ما هوناها طلعنا لقينا المناير ولقينا كل دكر بيترص في باب، بس لما كبرنا فهمنا يعني ايه كل دكر بيتحط في باب. دي طريقة زغاليل زي ما انتوا شايفين اهي، لسه بتبدأ تجهز. ماشي، دول كام واحدة متواضعين، وفي كام واحدة تانيين معانا هنا طبعا كلكم عارفينهم بالصلاة على حضرة جمال النبي وشفتوهم واحنا بنأسسوهم، لحد ما كنت بوريهم لكم وهم بيهاجروا بالصلاة على حضرة جمال النبي. دي حاجتكم واحنا اقل الناس. فرد الحمام اللي انت هتأسسه حبيب قلبي دكر وعايز تتكيف منه ويطلع يشرفك، لازم تعمل معاه الخطوات اللي انا بقولك عليها. انه هو لسه زغلول صغير بتأسسه في سلاكة، بياكل ويشرب في السلاكة، بيطلع كده كل يوم يتفتح عليه ساعتين يطلع يتهوى كده ويقف على المكان اللي هيتربى فيه وتحببه في المكان. دي اصول تربية زغلول من صغره. تمام، انك بترص الدكر في الباب للحفاظ على الدكر من اي ضرر يسيبه. ما ينفعش تسيب دكورة كبيرة مفتوحة 24 ساعة طول السنة، دي مش في قانون غية النش. تمام، لكن انك ممكن تسيب طريحة زغاليل متسيبة 24 ساعة من بالليل، تكلفهم وتسيب السلكات بتاعتهم مفتوحة، يطلعوا كده اول لما الدنيا بتشقشق عليهم يطلعوا يقفوا على الظهر ويقوموا من الظهر ده للظهر ده ويقوموا يبداوا يجهزوا نفسيهم. احنا بنرص الدكر في الباب هنا من بعد ما الزغلول يوقع اخر ريشه. اخر ريشه دي بتبقى الصمه. في ناس بتسيبهم في المصاطب لحد ما ينشفوا صمايم، وفي ناس من وهم عليهم مثلا اتنينات وتلاتات بيبداوا يرصوهم في البيبان طرايح الزغاليل وبيشيلوا منهم النت. لكن انك تحط الدكر في باب وتحافظ عليه عشان انت بتأسسه من صغره، بتحافظ عليه من اي مثلا شخوره، او بتحافظ عليه من انه يعشق دكر، وبتحافظ عليه انك بتفضل سايب له مجهوده زي ما هو عشان لما تطلع تجر باب عليه وتقول له يلا، فرد الحمام يكون بكامل لياقته البدنيه ويقدر يطير معاك ساعه وساعه ونص وساعتين في جو هوا وشتاء وضلمه. وصلت يا حبيب قلبي؟ الباب ليه دور كبير على الدكر بتاع النش. احلى واجمل صباح كرجاله اخواتنا وحبايبنا، اجدع غواي واجدع نشيشه، ولايك وشير وكله في الخير، وعلى الله ان شاء الله.